السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مليون مبروك لمصر، بنسبة 99% تأهلت لكأس العالم للمرة الرابعة ليها على مدار تاريخها. مبروك لكابتن حسام وكابتن إبراهيم وجهازهم المعاون، ومبروك للاعيبة المنتخب الرجالة اللي شرفونا. كانت مباراة عصيبة رغم كلام كل الناس اللي كانت بتتكلم وتقول مباراة سهلة. لا، مش سهلة. الفرقة دي اللي وراك على طول، وبوركينا فاسو بتلعب كرة حلوة، وعندها لعيبة كويسة ذو جودة، وعندها جماهير غفيرة. امبارح كانت مالية الاستاد وكان ليها أثر كبير، ومع ذلك مصر ما اهتزتش. وأنا شايف إن لعب الكابتن حسام واللعيبة بأداء متوازن جدا، وكان لينا أنياب وكان لينا شكل، واللعيبة كانت واقفة على رجلها، وكل دوت شغل. فاضل لنا غينيا وجيبوتي. الماتش الجاي وهي حصلت المجموعة. احنا كده اللي محتاجينه. المنتخب دلوقتي عنده 20 نقطة، محتاجين بس نقطتين من الماتشين الجايين نتأهل رسميا لكأس العالم. فمليون مبروك، وبصراحة شغل رائع عمله الكابتن حسام والرجالة بتاعته. انما انا عايز اتكلم في كام نقطة مهمين جدا. ايه حالة التربص والكراهية الشديدة للكابتن حسام، وتمني الكثيرين على رأسهم للأسف الكابتن هاني أبو ريدة لخسارة حسام حسن، نظرا للخلاف اللي كان قبل كده، وان هو كان بيهاجم الاتحاد ويهاجم الاستاذ هاني ابو ريدة. المفروض ان احنا نترفع، لان مصر اهم من اي حد، مصر فوق الجميع. والمفروض ان الالوان تتلاشى تماما. انا اهلاوي بس مش فارق معايا اهلي زمالك، وكابتن حسام وكابتن ابراهيم وجهازهم المعاون مش هيفرق معاهم الالوان بقد ما يفرق معاهم سمعة بلدهم ونجاحهم اللي هيذكروا التاريخ. والحملات المشوهة للكابتن حسام والكابتن ابراهيم اللي بحس ان فيها افتراء وجبروت، وظهرت في اللحظات لما اقترب الحلم وتعادلنا مع بوركينا فاسو، كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نكسب. البكاء الهستيري للكابتن ابراهيم حسن ولسعفان وللجهاز الفني المنتخب. على فكرة دي تعبيرات كلها من القلب، وبتبين ان الانسان كان حد متربص بيه، وكان محطوط تحت ضغوط غير عادية، وحس ان ربنا نصره. فالناس دي مش بالسهل ان هي تعيط بالشكل دوت وبالحرقة دي وبالطريقة دي. فاللهم اني اعوذ بك من قهر الرجال. كفاية ضغوط. وبعدين عندنا بقت البلد كلها خبرة، يعني عندك رضا عبد العال وميدو وخالد الغندور وغيرهم من الاعلام، وللاسف ناس لعبت كورة حملة شعواء، وكل واحد بيفتي، وكل واحد عامل فيها مورينو، وكل واحد عامل فيها ان هو الجهبذ، وان حسام لا يصلح، وان الراجل يقول لك احنا بأيد المنتخب ونساند الكابتن حسام، وبعدين يطلعوا الراجل ان هو لا يفقه شيء ولا يعرف شيء. طب وانتم ما عملتوش ليه حاجة على مدار تاريخكم؟ عايز اقول لكم على مفاجأة بقى بالنسبة لتاريخ المنتخب المصري، بس اللي الناس اللي عماله تجعلص، والاجيال الصغيرة اللي ما تعرفش، وان الناس دي بتلعب على مشاعرها ما بين فرقة. ليه ما خدش مصطفى محمد؟ ما لعبش ليه؟ ما لعبش ليه من اول مباراة وفي ضغينة، وخد علان وساب ترتان وساب كذا وحط كذا، وليه دوت لعب في مركز كذا؟ كل دوت هراء. ما تسيبوا الراجل يشتغل وتسيبوا الراجل يعمل اللي عليه. يعني مصر بجلالة قدرها من 1930 داخلين على حوالي 90 سنة، وصلنا كأس العالم 3 مرات. 1934 ضربنا من المجر 4-2 وطلعنا خلاص، شكرا، كل سنة وانت طيب. فريق بقى اللي قالوا عليه الفريق العظيم الروعة اللي ما حصلش، اللي ما جاش ولا هيجي والممتع، 1990 مع الكابتن الجوهري، مع احترامي للكابتن الجوهري الله يرحمه يعني، انما هو كان بيلعب بطريقة دفاعية، وكان المنتخب لا حول ولا قوة. يعني لما نبقى متحاصرين في ماتش ايرلندا وماتش انجلترا 90 دقيقة، لما الاتحاد الدولي يغير قوانين اللعبة، ان الكورة من كتر ما كنا بنرجع الكورة لشوبير، فيغيرها عشان خاطرنا ان الجون مش من حقه، الحارس مش من حقه يمسك الكورة، ده بسبب اللعب السلبي. في 1990 مع كابتن الجوهري وفريق الاحلام اللي كان فيه برضه الكابتن حسام حسن، بس انا بتكلم كانجازاتنا يعني. ما قدرناش نعمل حاجه. اتغلبنا ماتش من انجلترا، وتعادلنا مع ايرلندا ومع هولندا،
وعدالة السماء وكلام مجعلص كتير قوي، لا يوازي ما عملناه. ما عملناش حاجة يعني، ولا كان أداء ممتع ولا بتاع، اللهم ماتش هولندا بس. بعد كده بقى 2020 18 مع كابتن صلاح، محمد صلاح. انت لعبت 3 ماتشات ما شاء الله، اتغلبت من السعودية، اتغلبت من روسيا، اتغلبت من الاوروجواي، طلعت برضه من الدور الاول. مصر تاريخها كله في كأس العالم لعبت خدت لعبت 7 ماتشات، اتعادلت ماتشين واتغلبت 5 مباريات، ما كسبتش ولا ولا ماتش. بصوا بقى الدول اللي هي خدت اللي هي لعبت في كأس العالم في افريقيا: الكاميرون شاركت 8 مرات، نيجيريا 6 مرات، المغرب 6 مرات، تونس 6 مرات، الجزائر 4 مرات، غانا 4 مرات. وكلهم في مشاركاتهم عدوا جالهم في بعض مشاركاتهم دور 16 ودور الثمانية، واخرهم المغرب اللي ادت اداء اسطوري، وكانت قاب قوسين او ادنى ان هي تلعب المباراة النهائية وسط دور الاربعة. يعني انتوا ما عملتوش حاجة على مدار تاريخكم، مع احترامي بقى. يعني انت كان اللي بيدربك اللي هو المدرب بتاع هيكتور كوبر 2018. هيكتور كوبر مدرب عالمي، درب انتر ميلان، درب فالنسيا، درب أندية كبيرة عالمية. وصلنا وقلنا وقعدنا نحتفل بالإنجاز الأسطوري إن احنا وصلنا كأس العالم. اتغلبنا، اتمسح بينا الأرض في ال3 ماتشات عادي. يعني ليه بتحملوا حسام حسن ما لا يطيقه بشر؟ وليه دايما كل ما واحد يتكلم يقول لك اصل الكوره الجميله واحنا اصل الجمهور المصري؟ مع احترامي، انت تاريخنا كله في كاس الامم الافريقيه، اللي هو لولا المنتخب اللي هو بتاع حسن شحاته كان زماننا تاخرنا برضه، لان كنا 4 بقينا 7 من ساعتها. حسام طيب من 2010 احنا ما بنشوفش حاجه عن حتى البطوله اللي عملناها على ارضنا في القاهره، طلعنا من الدور الاول في الامم الافريقيه. فما حدش يدعي بطوله، وما حدش يدعي ان كان في اداء جميل واحنا خايفين لا الدنيا تروح في داهيه. لا، هي كانت بتروح في داهيه. انت لعبت 3 مرات زي ما قلت لك، التاريخ بتاعنا اتغلبت 5 ماتشات وتعادلت ماتشين، شكرا، كل سنه طيب. ده اللي عملته مصر في كاس العالم على مدار 90 سنه، على مدار 100 سنه من ساعه كاس العالم ما انشئ حتى الان. فليه بتحملوا حسام حسن فوق طاقته هو وجهازه؟ وليه المهاجمه؟ وليه البتاع؟ يطلع مصطفى محمد يلعب مصطفى محمد، ما لعبش مصطفى محمد، هو حقه يعمل اللي هو عايزه. هو يتحاسب على النتيجة، بيحاسب على النتائج. ليه محسسنا ان احنا كنا منتخب اسبانيا بنلعب مكسرين الدنيا؟ بقول لكم كلها 3 مشاركات، ال3 مشاركات اتعادلت ماتشين واتغلبت 5 وطلعتوا كلهم طبعا من الدور الاول. لازم نقف مع كابتن حسام حسن، ولازم ياخد فرصته، ولازم الكابتن هاني ابو ريده يتغير، لان حسام حسن بيمثل مصر، مش بيمثل الصداقه ولا العداوه لكابتن هاني ابو ريده. وعفى الله عما سلف. وعلى نغمه الاهلي والزمالك ان تتوقف ايضا. كلنا مصريين وكلنا ورا المنتخب بتاعنا. يا رب تنصر المنتخب، ويا رب يا حسام ربنا ينصرك وتأدي نتائج كويسه، وباذن الله تعمل نتائج ما عملهاش كل الجهابذه ولا العباقره. مع احترامي، سواء كابتن جوهري ولا كوبر ولا غيره، هو ما فيش الا كوبر وكابتن جوهري. الثانيه كانت 1934، ايام الكوره ما كانت مربعه. فكل التوفيق وكل الدعم لكابتن حسام حسن.